السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه ديال الكيش كيجي رائع البنات. حضرته بالطون والقشطه الطريه، لكم الاختيار في اي مكون عندكم ديروه، سواء دجاج سواء اي حاجه عندكم متواجده في الدار ديروها. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه تحضير هذا الكيش هذا. اول حاجه غادي نحتاجوا بصله كيف ما كتلاحظوا معايا، ولا عندكم البورو استعملوا البورو حتى هو كيفي بالغرض. غادي نضيف الثوم، الا عندكم بودره ضيفوا بودره، انا ضفتو طري. غادي ندير العطريه غير الملحه والبزار فقط هما اللي غادي نديرهم. وغادي نضيف هنايا واحد العلبه ديال الشامبينيون، الا كان متوفر عندكم. الا ما كانش ممكن انكم تستغنوا عليه فقط، يعني البصل. كيف ما كتلاحظوا معايا فانا صفيته وقطعته طريفات رقاق باش هكايا ما يبقاش هكا غليظ. وضفتو على البصله اللي ديجا حنا خليناها هبطات شويه مع شويه الزيت والملحه والابزار فقط البنات. غادي ناخذ واحد الاناء اخر غادي نستعمل فيه الكريمه ديالنا. غادي نضيف جوج ديال البيضات. هنايا عندي الزعتر، ضروري البنات ما تنسموا بالزعتر كيجي هائل البنات. وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. وهنايا غادي نضيف القشطه الطريه، الا ما كانش عندكم ممكن ديروا دانون مسوس وجوج ديال الفرماجات هكا باش تحصلوا على قشطه زوينه، وحتى الكريمه كتكون لذيذه بزاف. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لي كيش البنات انا ديجا عندي واجدين شريتهم، يعني انا واجدين. الا ما كانش عندكم ممكن تحضروهم يعني في المنزل. التحضير ديالهم سهل، يعني ما فيش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما شحرت داك الشامبينيون مع البصله غادي نضيف واحد العلبه من طون ايزابيل. اي طون كتاخذوه المهم يكون جوده زوينه باش هكا كيبقى الريحه ديالو زوينه. صافي غادي نخلطوا على داك الشامبينيون والبصله اللي شحرنا، وغادي نضيفو في ليكيش ديالنا. كيف ما كتلاحظوا انا راني شارياهم يعني واجدين. غادي ندير الحشوه. اول حاجه غادي نستعمل الطبقه الاولى غادي ندير فيها شامبينيون مع الطون والبصل. عاد نضيف الكريمه اللي ديجا حنايا وجدناها، اللي فيها البيض والقشطه الطريه. ولا ما كانش عندكم قشطه طريه ممكن قلت لكم تعوضوها بدانون مسوس والفرماج، حتى هي كتجي رائعه يا البنات. صافي غادي نعمر هاد لي كيش ديالي كاملين، وغادي ندخلهم الفران على واحد درجه حراره اللي تكون يعني يكون الفران سخون. وغادي نخليهم بيضمه طابوليه. وعاد غادي نضيف اخر مكون اللي هو الفرماج احمر. كنحكو كنحطو من الفوق، عاد عاوتاني كندخلو للفران باش كيذوب لينا داك الفرماج. وها هما لي كيش ديالنا تيكونوا واجدين، وكيجي المذاق ديالهم البنات هائل وسهلين في التحضير. بالنسبه لا كان عندكم لي كيش واجدين ولا كنتو شريتهم يعني من السوبر مارشي كيكونوا واجدين كيكونوا احسن البنات. ف يعني في مده ديال 5 ديال الدقائق ما كتحطلوش كاع، كتكونوا وجدتوا دي كيش وبصحه وراحه. كان هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران. وعاد وضعت عليهم الفرomاج غوج كيف ما كتلاحظوا معايا. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش البنات تابوناو في لاشيت بالنسبه للناس الجداد، تخليو ليا شي تعليق زوين بحالكم. وجيم ضروري ملي جا البنات باش هكا الفيديو كيتبارطاجا. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.